هتتجوز خليجي وهتسافر السعودية، وشريك حياتها هيحتاج يعمل مجهود علشان يصلح العقدة اللي اتعملت لها من الإكس. رودينا اتخطبت، يا ترى إيه الحقيقة؟ وهل فعلا هتتجوز سعودي؟ وليه بقى عندها عقد من الجواز والارتباط؟ ومفاجأة عن عريسها الجديد، كواليس وأسرار كتير بتكشفها سمورة لأول مرة في الفيديو ده. رودينا بقت ملامحها حزينة وزعلانة طول الوقت، وبقى عندها عقد من الجواز والارتباط وندمانة من خطوبتها الأولى، ولو كان رجع بيها الزمن ما كانتش هتتخطب وهي في الثانوية. كلامنا هنا عن حقيقة خطوبة رودينا وارتباطها بسعودي، وحكاية سفرها هي وسمورة أمها. يا ترى إيه الحكاية؟ رودينا طلعت لأول مرة تتكلم عن خطوبتها وارتباطها الجديد، واللي أكدت إنها اتخطبت مرة واحدة وما كملتش شهر، وزعلانة إنها اتحسبت عليها خطوبة، وهي اتخطبت علشان خاطر أمها سمورة، لأنها كانت خايفة عليها تسافر وما تكونش موجودة معاها، فكانت عايزة ليها الونس وحد يقدر يعوضها فترة غيابها. لكن سمورة حسبتها غلط، وده اللي كان باين في عيونها هي ورودينا، لدرجة إن رودينا قالت لو رجع بيها الزمن عمرها ما هترتبط في السن الصغير ده، وإنها كانت هتأجل الفكرة تماما. وقالت كمان إن موضوعها اتقفل ومفيش نصيب، وعمرها ما هترجع تاني للإكس مهما حصل. وأما بقى بخصوص ارتباطها، فواحد خليجي سألها ينفع تتجوزي واحد خليجي وهيسافر السعودية ومش هيعيش في مصر؟ وهنا ده بيعتبر اتقدم لها رسميا في الكومنتات. لكن المفاجأة إن رودينا رافضة الفكرة، وإنها تبعد عن أهلها وعيلتها وأختها، لأنها بتحب الونس وعايزة تكون قريبة من عيلتها وتستقر في مصر، لكن تبعد عنهم ما تقدرش، وعلشان كده هي رافضة فكرة الجواز والسفر بعيد عن الأهل. بعد ما كانت موافقة على المبدأ وكانت فعلا هتتجوز وتسافر الخليج، بس ما حصلش نصيب واتفركشت. رودينا حطت شروط للي هيتجوزها، منها إنه يكون حنين، وقالت كمان إن أي شخص جديد هيدخل حياتها هيعمل مجهود كبير قوي علشان ينسيها كل حاجة وحشة حصلت فيها. رودينا طلعت اتخطبت علشان ترضي أهلها، وخاصة سمورة لأنها مسافرة بره مصر وهتسيبها لوحدها، فهنا سمورة خافت تكون لوحدها وقالت يكون ليها حد ونس، وعلشان كده وافقت على الخطوبة. لكن سمورة خلاص مش هتجوز رودينا بدري إلا لو حد مناسب جه، ومش هتعمل فيها زي اللي حصل مع مريم، وإنها اتجوزت بدري وسابت تعليمها علشان بيتها وجوزها. وده لأن مريم كانت متمسكة إنها تتجوز أشرف لأنها بتحبه وعايزاه واختارته، وقالت إنها هتكمل تعليمها في بيتها، لكن ما حصلش نصيب واتفصلت من الكلية وراحت كلية تانية خالص، وعلشان كده مش هتعمل كده في رودينا. سمورة حطت شرط لأي حد هيتجوزها إنها تكمل بعد سياحة وفنادق وهتدخل الكلية، لأن نفسها بنتها تتخرج قدام عينيها وتلبسها الكاب وروب التخرج ويتصوروا سوا ويفرحوا. سمورة خلاص بتجهز أوراقها ومسافرة بره مصر، وشكلها تسافر دولة أوروبية، والمفروض كل الأوراق بتاخد وقت، ونفسها تفرح ببنتها وتشوفها مستقرة في بيتها، وفي نفس الوقت مع شغلها وتكبر فيه، وهو مشروعها المكرميات اللي بتعمله هاند ميد وبأسعار أقل من العادي. سمورة فاجئت الكل إن ابنها سافر لأبوه هيكمل تعليمه في الخليج مع أبوه علشان يصرف عليه ويتكفل بتعليمه، لانها عايزه تشوف ابنها معاه شهاده كبيره، وعلشان كده ما بقاش يظهر في الفيديوهات. سموره ورودينا طلعوا في الفيديو ده علشان يفضفضوا مع المتابعين ويردوا على فكره ارتباط رودينا وهل اتخطبت ولا لا. فيا ترى تفتكروا رودينا خايفه من الحسد وعلشان كده بتقول انها رافضه فكره الجواز والخطوبه، ولا فعلا هي مش هتتجوز دلوقتي الا لما تخلص جامعتها ودراستها علشان ما يكونش مصيرها زي مريم؟ شاركونا في التعليقات.